التمرين ده اسمه ليج اكستنشن وبيستهدف عضلات الكوادريسبس او عضلات الفخذ الاماميه. التكنيك الصح او الاداء الصح للتمرين ده، اول حاجه وضعيه جسمك على الجهاز لازم يكون فيه 3 حاجات مظبوطه جدا وانت قاعد. منطقه اسفل الظهر لازم تكون مسنوده كويس على البنش، ما يكونش فيه اي فراغ بين منطقه اسفل ظهرك وبين الكرسي. تاني حاجه المنطقه اللي تحت الركبه ما تكونش فيه اي فراغ بينها وبين البنش، وما تكونش متأخرة لورا بحيث ان الدنيا تبقى امان على الركبة. تالت حاجة المخدة اللي انت ساندها على قصبة رجلك او الحاجة اللي انت بتزق بيها الوزن لفوق ما تكونش مثبتها على رجلك من فوق قوي ولا كمان على وش القدم، بتكون مثبتها على اخر الرجل من تحت. بعد ما بتظبط الثلاث حاجات دول بتنزل دراع المقاومة لتحت قوي بحيث ان انت تجيب المدى الحركي كامل، وبتفرد ظهرك وبترفع صدرك كويس فوق وبتثبت ظهرك كويس على البنش ورا، وبتبتدي التمرين. المدى الحركي بتاعك بتنزل لحد ما تبقى زاوية 90 او اكتر شوية لتحت، وبتطلع تسكويز او تعصر عضلات الفخذ الاماميه للاخر فوق. بس حاول ما تعملش لوك جامد قوي على الركبه لو انت عندك كمان حاجه اسمها هايبر اكستنشن. المهم وانت بتطلع ان انت تعصر عضله الفخذ الاماميه كويس، لكن ما تاذيش او تعمل لوك جامد قوي على الركبه. ونصيحه مني ما تستخدمش وزن كبير قوي في التمرين ده، اهتم بالاداء الحركي والتكنيك السليم. التنفس صح في التمرين ده، وانت نازل بتاخد نفس وانت طالع لفوق بتطلع نفس.